هلو على كل حبايبي، عاملين ايه؟ رجعنا مع بعض بفيديو جديد قوي جدا جدا، خصوصا ان احنا داخلين على ايام العيد. وبالمناسبه حابه اقول لكم كل سنه وكل اللي بيتفرجوا عليا واللي مش بيتفرجوا عليا طيبين وبخير، وربنا يعود علينا يا رب جميعا الايام بخير، وكل اللي في نفسه حاجه ربنا يعني يراضي قلبه بيها ويحققها له. هنكمل موضوعنا لان فيديو النهارده مهم جدا، وانا عارفه ان كل البنات مستنيين الحاجه دي ومستنيين ان هم يعرفوا حاجات يدخلوا بيها العيد ويستقبلوا بيها العيد، تخلي جسمهم وبشرتهم ناعمين صافيين بيلمعوا فيهم نضاره، وتخلي البشره كده والجسم يكونوا دايما رطبين وريحتهم حلوه. ازاي؟ هنعرف كل ده مع بعض النهارده في الفيديو بتاعنا، خصوصا ان المكونات اللي معانا كلها هتكون مكونات طبيعيه، مش غاليه. كل حاجه فيها ليها فايده معينه لجسمنا هنعرفها مع بعض. كل ده هنعمله وهنقدر ان احنا نوصل للنتائج بتاعته من خلال 3 ماسكات، التلاتة اقوى واجمل واحلى من بعض. 3 ماسكات جبارين حرفيا. ال3 ماسكات يا بنات اللي هيخلوا جسمنا وبشرتنا بمعنى الكلمة كيكة، بمعنى ترطيب ونعومة وطريان للبشرة وللجسم مش هتصدقوا. وال3 ماسكات اللي معانا النهارده هم مميزاتهم اكتر، يعني اكتر من حلاوتهم ونتائجهم كمان. ايه بقى هي مميزاتهم والحاجات الحلوه اللي هم بيدوها لنا وبيغنونا عنها؟ اولا ان طبعا قلت لكم ان هم 3 ماسكات، بس هم مش ماسكات بس، هم كمان هيدونا نسبه تقشير حلوه جدا جدا للجسم. طبعا بقى فوائد كل حاجه هنقولها مع بعض. تالت حاجه ان برضو فيهم سكراب حلوه قوي للبشره او للجسم. رابع حاجه ودي المهمه واللي حلوه جدا وهتنفعنا، ان هم مش محددين لبشره، سواء يعني وشنا او جسمنا، ايدينا او رجلينا او اي مكان انت حابه ان انت تعملي فيه الحاجه ديت. فدي حاجه حلوه جدا ولطيفه جدا وهتنفعنا، وبصراحه هتوفر علينا كتير. طيب ايه بقى هي المكونات وايه هي الحاجات اللي من الاخر هتوصلنا لكل ده منا؟ عايزه اقول لكم ان احنا هنروح نشوف حاجه حاجه مع بعض، وهنشوف كل ماسك بمكوناته لوحدها، وهنقول فوائده والمميزات بتاعته، ولو هنعرف مع بعض كل ده، وهنشوف بقى ايه الحاجات اللي توصلنا للنتيجه دي كلها. فيلا بينا هنروح نشوف المكونات دي مع بعض والماسكات مع بعض. يلا بينا حبايبي اللي عايزين يلمعوا وينوروا في العيد، جاهزين ومستعدين معايا. هنبدا مع بعض باول ماسك، النينجا بتاع ال3 ماسكات اللي معانا النهارده. ليه نينجا؟ هنعرف مع بعض كمان شويه. اول حاجه هنبدا بيها ان احنا نعرف ايه هي مكونات الماسك وايه هي المقادير بتاعته. المكونات عباره عن ليمونه، بس تكون اكبر من دي شويه، ليمونه كبيره. محتاجين سكر، والمكون الثالث ده بقى النينجا او المفاجاه بتاعه الماسك النهارده، هي البيكنج باودر. هتقولي لي ايه ده؟ ازاي؟ هو احنا هنعمل كيكه؟ هقول لكم يا جماعه احنا هنعمل كيكه، بس احنا هنعملها المره دي هنعملها في بشرتنا، مش هنعملها كيكه ناكلها. طب المقادير بتاعه الماسك ده ايه؟ هتكون ليمونه بس كبيره زي ما قلنا، ليمونه اكبر من دي شويه، دي اللي كانت متاحه عندي. هنحتاج 4 معالق سكر صغيرين مش كبار يا بنات. هنحتاج معلقه كبيره من البيكنج باودر ده. هنجيب بقى الطبق او العلبه اللي احنا بنعمل فيها الماسك، ويستحسن ان هي تكون حاجه ازاز او حاجه بلاستيك، بلاش حاجات معدن والكلام ده عشان ما تشيلش الفايده بتاعه الماسك. تمام. هنعصر الليمونه، هنحط عليها ال4 معالق سكر. هتقولي لي كتير، لا مش كتير، هو هيدوب طبعا. هنحط المعلقه الكبيره البيكنج باودر. هنلاقي الموضوع تفاعل كده وبقى فيه فوران عادي جدا، ما نقلقش، هنفضل نقلب 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 لحد ما نلاقي الفوران ده خف شويه. طيب يا منى، عايزين نعرف ايه هو بقى حوار الماسك ده. عايزه اقول لكم ان ده ماسك تقشير طبيعي جدا، بيبقى بدل بقى التقشير الكيميائي اللي احنا بنروح نعمله بندفع فيه فلوس كتيره بالهبل. طب ايه هي الفوائد بتاعته؟ اول حاجه ان هو بيأخر الخطوط التعبيريه اللي هي بتظهر لما سننا بيكبر او بنتقدم في السن شويه، ساعتها بيبدأ بقى الكولاجين بيقل في جسمنا، فبتظهر الخطوط التعبيريه دي. فالماسك ده بيحاول ان هو يقلل من مظهر الخطوط التعبيريه دي. تاني حاجه ودي يعني مهمه لينا قوي، اثار الحبوب اللي هي بعد ما بتخف بتعمل زي لون بني كده، بيبقى من الشمس او بيبقى من ان احنا معالجناش الحبوب دي كويس. ده بيضيع اثار الحبوب دي تماما وبيفتحها، وكمان بيدي نضاره ولمعان حلوين قوي للبشره. والمهم بقى ان هو بيشد البشره كده وما يخليهاش فيها ترهلات ولا اماكن كده تحس ان هي
مكرمشه من الاخر يعني. واخر حاجه ان هو بيشيل البثور اللي في المناخير واللي عند منطقه الدقن بطريقه، انا ذات نفسي لما جربت الماسك ده انا مصدقتش ان البثور دي اتشالت، لان هي كانت دايما لازم تتشال بالمكنه اللي هي بتاعت البثور او بتنظيف بشره عميق جدا. فبصراحه انا الماسك ده تجربته ليا كانت 100%. هنستخدم الماسك ده كل قد ايه؟ كل 15 يوم، عشان طبعا هو فيه مواد يعني تكون شديده شويه على البشره، فمش عايزين نهلك بشرتنا. هو في خلال 15 يوم دول هتلاقوا النتيجه زي ما هي متحافظ عليها. هنسيبه من 5 ل 10 دقايق حسب ما بشرتكم تستحمل. الناس طبعا اللي بشرتها حساسه شويه تستبعد النقطه بتاعه الليمون، او تحط نص ليمونه بس وتزود عسل ابيض. بعد المده اللي وشنا هيقدر يستحملها هندخل نغسل وشنا بميه بارده مش ميه فتره. وطبعا بعد كده هنرطب بشرتنا كويس جدا بالكريم او المرطب اللي احنا متعودين عليه. لو حسيتوا ان بشرتكم فيها التهابات شويه هنستخدم الترطيب العسل الابيض، هيبقى حلو جدا جدا. والالتهابات دي مش هيبقى فيها اي حاجه مقلقه خالص، دي حاجه عاديه من التفاعل بتاع الماسك. ممكن نعمل خطوه لذيذه قوي ان احنا نعمل اختبار حساسيه. ده بنعمله ازاي؟ بناخد كميه قليله جدا من الماسك بنحطها عند حته كده جزء من رقبتنا، وهنسيبه من دقيقه لدقيقتين كده. هنشوف لو حسينا ان احنا بشرتنا التهبت وحصل فيها يعني احمرار او زي اكلان كده في البشره، يبقى احنا كده ما نستخدمش الوصفه دي نهائي. لكن هو الماسك طبيعي ان هو بيعمل شويه حرقان بسيط قوي في البشره. بس كده ده كان اول ماسك النينجا معانا النهارده. حاجه مهمه كمان لازم نعرفها عن الماسك ده او التقشير ده، ان ده يعني ما ينفعش ان احنا او ما يستحسنش ان احنا نستخدمه على جسمنا، هو على بشرتنا فقط. وزي ما قلت لكم يعني مش اقل من 5 دقايق، ونقعد من 5 ل 10 دقايق على حسب ما بشرتكم تستحمل. فهو ممنوع ومش مستحب ان هو يستخدم على بشرتنا على جسمنا، لان طبعا الجسم هيكون يعني حساس اكتر عن بشرتنا. وهنجهز مع بعض الماسك التاني، وده هيكون عبارة عن معلقة كبيرة سكر، برضو السكر يعني راعي رسمي معانا النهاردة شوية، ونص معلقة كبيرة قرفة، والعنصر الاساسي معلقة كبيرة قوي عسل. بس عسل اسود مش عسل ابيض زي ما احنا متعودين. هتستغربوا وتقولوا ايه ده ازاي احنا عمرنا ما شفنا ماسكات فيها عسل اسود وبتاع. هقولكوا لان فايتكم نص عمركم. لو عرفتوا الفوائد بتاعه العسل الاسود للماسكات انتوا هتندموا ان انتوا ما جربتوش. طيب ايه هي يا ستي فوائده اللي عماله تتكلمي عليها دي؟ هقولكوا ان هو اقوى تفتيح للبشره. شفتوا الكريمات والحاجات اللي بنقعد نعملها على بشرتنا دي عشان تفتح؟ ده بقى مكون كده طبيعي جدا. طبعا بتكلم عن العسل الاسود. تمام، دي اول حاجه هو بيعملها. طب بيعمل ايه تاني؟ بينعم البشره جدا وبيخلصها من حوارات حب الشباب، بيخلصها نهائي، بيخلي وشك كده اكنك رجعتي بيبي تاني. طب ايه تاني؟ بينظف البشره جدا وبيغذي البشره، بتحسي ان بشرتك دايما مورده وفيها نضاره كده. طبعا غير ان هو بيرطب البشره. انت بعد ما تخلصي الماسك ده هتحطي ايدك على بشرتك هتحسي ان انت ايدك بتتزحلق حرفيا. طب ايه تاني؟ حاجة مهمة قوي بقى كلنا بنحبها وبنحتاجها. احنا دايما بنحس ان شفايفنا بتكون جافة ومقشرة، ممكن سبب ضعف، ممكن سبب قلة ترطيب، ايا كان السبب. ده بقى حل كويس جدا 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 للشفايف اللي بتكون جافة او مقشرة دي، وبرده للبشرة، لان في ناس بشرتها بتكون جافة قوي فبتحتاج ان هي ترطب ترطيب قوي وعميق. زائد ايه منا ان هو نضاره للبشره حلوه قوي قوي. ليه بقى كل ده؟ عشان العسل الاسود ده بيبقى غني بمضادات الاكسده، وبيبقى فيه حاجات كتيره قوي من التغذيات اللي جسمنا وبشرتنا بتكون محتاجاها. عشان كده هو بيعوضنا عن كل ده عن طريق بقى الماسك اللي احنا هنستخدمه. طيب ها كمان بيعمل ايه تاني؟ هقول لكم ان هو بيساعد جدا ان التصبغات واثار الحروق اللي بتحصل من الشمس ودرجه الحراره العاليه، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتنزل الجامعات الامتحانات والكلام ده كله، ان هو بيخفي تماما التصبغات واثار الحروق اللي بتعملها الشمس لبشرتنا. طب ايه تاني؟ بيحمي خلايا الجلد من التلف ومن يعني الارهاق اللي بتبقى فيه. والنقطة اللي كنا متكلمين فيها في الماسك الاولاني ان هو بيحمي برضو البشرة من ان هي تخسر الكولاجين الطبيعي اللي هي بتفرزه للبشرة سوري. فطبعا هنقلل من ظهور التجاعيد بتاعه بشرتنا. معلومه حلوه قوي قوي يا بنات انا كمان لسه عارفاها، ان العسل فيه مصدر للحديد قوي جدا للدم،
وان هو بيفيد البشره، وهو اللي بيديها المظهر الصحي والنضاره اللي احنا دايما بنكون محتاجينها. ان احنا ما نحتاجش نحط ميك اب، ما نحتاجش ان احنا دايما لازم نداري الارهاق والتعب بتاع جسمنا وبتاع بشرتنا وبتاع عينينا. طبعا الماسك ده احنا هنقدر ان احنا نستخدمه على جسمنا وعلى بشرتنا عادي جدا. هنستخدمه كسكراب لجسمنا او تقشير لجسمنا، كماسك وكسكراب او تقشير لبشرتنا. هنسيبه قد ايه؟ هنسيبه من 15 ل 20 دقيقة. اهم حاجة ان القوام بتاعنا يكون متماسك شوية، ما يكونش سايل قوي عشان يقعد اطول فترة على بشرتنا. هنعمله كل قد ايه الماسك ده ممكن نعمله كل اسبوع مرة او كل 10 ايام مرة. كل ما تحسي ان بشرتك احتاجت انك تعمليه اعمليه. ده كان تاني ماسك معانا. وصلنا للمرحلة الاخيرة وزي ما بيقولوا كده ختامها مسك. هنختم بايه بقى؟ هنختم بتالت ماسك معانا، وهي مكوناته عبارة عن معلقة كبيرة سكر برضو، ومعلقة كبيرة بن اللي هي القهوة. بن يكون ناشف يا بنات، مش بن اللي هو مستخدم، تمام؟ ومعلقة كبيرة عسل، بس المرة دي بقى عسل ابيض. طبعا الماسك ده لا غنى عنه، وانا واثقه ان في بنات كتير قوي هتكون بتعمله وهتكون بتستخدمه، لان ده الحل السهل والسريع كده اللي بنجري عليه دايما لما بنكون عايزين ماسك ودماغنا واقفه مش عارفين نعمل ايه. طيب قلنا المكونات وقلنا المقادير، ايه بقى هي فوائده يا ست منى؟ هقول لكم ان الفوائد بتاعته. اولا هنتكلم عن القهوه. القهوه بتساعد جدا 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 على ان هي تشد الجلد بتاع البشره وبتاع الجسم وما تخليهوش فيه ترهلات كده. طيب ايه تاني؟ ان القهوه علاج مهم قوي للهالات اللي بتبقى تحت العين. ويا سلام بقى لو في حد عنده انتفاخ كده تحت العين بيكون دايم، يعني مش لازم يكون صاحي من النوم بس، ده بيقلل الحوار تماما يعني شبه بيمنعه اصلا. طب القهوه بتعمل ايه تاني؟ القهوه بتعمل ان هي بتهدي الجلد تماما، وبتخفف من الالتهابات والاحمرار اللي بيحصل. ممكن يكون من الحر، ممكن يكون احتكاك جسمنا ببعض، ممكن يكون بالشمس. يعني لكل الاسباب دي هي بتخفف الاحمرار والالتهابات اللي بتحصل دايما في جسمنا او بشرتنا. طب دي القهوه. العسل بقى بيعمل ايه؟ طبعا معروفه ان هو يعني قريب جدا من فوائد العسل الاسود. بيرطب البشره، بيقلل من التجاعيد، وبيأخر ظهور العلامات اللي هي بتاعه تقدم السن، عشان بيحتوي على مضادات الاكسده اللي احنا اتكلمنا عليها برضو في العسل الاسود. طيب وبيعمل ايه تاني؟ طبعا بيساعد في ان هو بيعالج حب الشباب، عشان بيقتل البكتيريا اللي بتتكون من الجو، من الرطوبة، من الهواء، من الشمس، من اي حاجة بتعرضنا ان احنا بشرتنا او جسمنا يكون بكتيريا فيعمل حبوب في بشرتنا او يكون دهون في بشرتنا. وكل الحاجات بقى اللي شفتوها وسمعتوها في العسل الاسود هي نفس المكون، نفس الفوائد اللي بتحصل في العسل الابيض. طيب الماسك ده ينفع ان احنا نستخدمه على بشرتنا وجسمنا؟ ينفع. تاني ماسك والتالت ماسك ينفعوا ان احنا نستخدمهم على بشرتنا وعلى جسمنا، لكن اول ماسك زي ما قلنا لا ما ينفعش. طيب هنستخدمه ازاي؟ طبعا الكمية دي بتتحكم على انت هتعملي وشك بس ولا بشرتك بس، يعني وشك، ولا هتعملي جسمك كله. كل ما هتزودي الاماكن اللي هتعملي فيها هتزودي الكمية. بدل معلقة واحدة هتحطي معلقتين او 3 بس كده. وبرده القوام بتاعنا لازم يكون تقيل ومتمسك شويه، لان المكونات دي مجرد ما بتتحط على الجلد وبتطلع الحراره اللي في الجلد بيبدا ان العسل يسيح وهياخد الماسك كله وينزل. فاحنا نخلي المكونات دي تكون دايما تقيله، ونكون في مكان، يعني لو هتبقوا في التويلت وكده لازم ان احنا ما نكونش مشغلين ميه او حراره جنبنا. هنعمل الماسك ده بحركات دائريه. طب ايه ممكن يساعدنا في الماسكات دي كلها؟ الفرشه السيليكون دي تحفه، واتكلمت عنها في فيديوهات كتير جدا وانا بستخدم فيها ماسكات حلوه قوي هتساعدنا في حاجات كتير. نسينا نقول الماسك ده نستخدمه كل قد ايه؟ ده نعمله مره كل اسبوع، ونسيبه من 10 ل 15 دقيقه، والتلت ساعه هيكون افضل كمان. بس كده دول هيكونوا الثلاث ماسكات اللي معانا النهارده بفوائدهم وبمكوناتهم وبمقاديرهم وبكل حاجه. ورجعنا تاني لبعض. شفتوا بقى الموضوع سهل وبسيط ومش مكلف خالص ازاي؟ قولولي بقى كده توقعتوا ايه كده من الماسكات دي انتوا بتعملوها او انتوا اصلا عارفينها. نقطة صغيرة بقى هوضحها لكم، لان انا عارفة ان انتوا اكيد بتسألوها لنفسكم دلوقتي، انتي ليه ما طبقتيش الماسكات دي معانا في الفيديو؟
اولا لاني انا خلاص يعني فاضل كام يوم بتاع اسبوع على العيد، وانا كمان بصراحه بحب ان انا استخدم الماسكات دي او ان انا اطبقها قبل يوم يعني قبل الوقفه بيوم او يوم الوقفه بعد ما نخلص بقى ايه الشقلبه بتاعتنا في الشقه. وتاني سبب وده الاهم لاني انا لسه عامله خلطبيطه الماسكات دي يعني من اسبوع فات تقريبا. يعني من احلى حاجه في الماسكات دي ان هي بتقعد معاكم فتره كبيره جدا ظاهره على بشرتكم والنضاره بتاعتها لسه ظاهره وموجوده فيها. لكن طبعا انا كنت حابه ان انا ابدا لكم بالماسكات دي قبلها بفتره، لان لو في بقى اي بنوته كده بتدعبس وبتدور على ماسكات سريعه وتكون سهله وفي نفس الوقت تكون مكوناتها موجوده عندنا في البيت، فانا بقى يعني هبقى موجهه الفيديو ده ليها عشان تدخل وان هي يعني تستفاد من الماسكات اللي انا شخصيا جربتها. انا الماسكات دي مش اللي هو ان انا جربتها مره واتنين وخلاص كده، لا دي انا بستخدمها دايما، وهي دي اللي لما بحتاج ان انا احس كده بنضاره ولمعان بشرتي بعملهم على طول. وكمان انتوا اصلا هتشوفوا معايا كل الماسكات دي وانا بعملها تاني، بس طبعا هتكون المكونات بقى انتوا عرفتوها خلاص، بس هتشوفوها وانا يعني حطاها بقى على بشرتي. طبعا ده بقى بيبقى فيديو يعني كامل كده بعمله لكم دايما في العيد، والفيديو ده كنت عامله زيه في العيد الصغير. لو لسه ما حدش شاف الفيديو فهو ده الفيديو، وكنت عامله فيه على فكره ماسك من الماسكات اللي انا طلعتها معاكم النهارده. روحوا شوفوه وشوفوا بقى نتيجته على بشرتي كانت عامله ازاي، عشان لو حد حابب ان هو يطمن او يبقى عنده ثقه اكتر. بصراحه مش عارفه في ايه حاجات تانية انا ناسياها ممكن اكون لسه ما قلتهاش ليكم، بس لحد ما افتكر انا بقى هفكركم ان لو لسه في حد جديد بيتفرج عليا دلوقتي، طبعا اولا اهلا وسهلا بيك في قناتي وفي عيلتنا، وهيشرفني جدا 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 ان انتوا لو حبيتوا الاستمرار معايا عندي في القناه وحبيتوا الاستمرار بمشاركتكم يعني في كل فيديو جديد ليا انزله، بان انتوا تنزلوا دلوقتي تعملوا اشتراك اللي تحت الفيديو، واهم حاجه ان انتوا تفعلوا الجرس وتخلوه على علامه الكل عشان كل فكره فيديو جديده جايه ان شاء الله تكونوا معايا فيها برضو. تلات ارباع اللي بيتفرجوا عليا بيكونوا مش عاملين اشتراك اصلا في القناه، مش عارفه ليه، بس اتمنى يعني ان انتوا تتاكدوا ان انتوا عاملين اشتراك في القناه ولا لا، وتنزلوا دلوقتي تتاكدوا كده وتشوفوا. كل الناس او كل حبايبي اللي معايا من البدايه ودايما مشجعيني ومحفزيني بيتفرجوا لي على كل فيديو، شكرا من قلبي ليكم بجد. اتمنى بقى ان انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات واستفدتوا من الوصفات ولا لا، لو حد مجرب حاجه يا ريت ان هو يفيدنا بيها في الكومنتات. طبعا ما تنسوش ان انتوا تحطوا البصمه بتاعتكم وان انتوا تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ويقدر ان هو يستفاد منه. هو تقريبا كده خلاص مفيش حاجه ان انا اقولها لكم تاني النهارده عن الماسكات بتاعتنا، فانا اقول لكم خلاص ان دي كده كانت نهايه الفيديو بتاعي النهارده معاكم. اتمنى ان يكون الفيديو بسطكم وفادكم وان انتوا تكونوا حبيتوه، وان شاء الله ان شاء الله تجربوا الوصفات وتجربوا الماسكات وتدخلوا كده بيها العيد وتبقوا مبسوطين جدا من النتائج بتاعتها اللي هي بانت وظهرت. انا كده الفيديو بتاعي خلص. هتوحشوني جدا ان شاء الله لحد ما اقابلكم على خير في فيديو جديد. شرفتوني ونورتوني وفرحتوني جدا. اشوفكم على خير، فدتكم بألف عافية.